4/9/2012 الشهيدة بإذن الله فاطمة فسرون. حسبي الله ونعم الوكيل. حامل الشهر الأخير، موعد إنجابها بعد يومين بإذن الله، ولكن القوات الغاشمة الطاغية التي تعتبر نفسها أبو الإنسانية قامت بقتل هذه الإرهابية. ذنبها الوحيد أنها شريفة عاملة في منزلها، تم قصفها واستهدافها من قبل القوات الغاشمة الطاغية بشار الأسد وهي حاملة. أتتنا متوفية، قمنا بإجراء بسيط فقط إنقاذ الطفل بشق البطن وإخراج الولد الجنين، ولكن للأسف الشديد توفي واستشهد مع أمه. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يريد أن يفارق أمه، لا يريد أن يفارق ثدي أمه. حسبي الله ونعم الوكيل. ثدي أمه الحنون، ولكن بشار الأسد يأبى ألا أن يفرق بين الطفل والأم وبين الأب والولد وبين الجد والأهل. حسبي الله ونعم. هذا هو الإرهابي ولسنا نحن الإرهابيين. حسبي الله ونعم. الذي يدعي نفسه الإنسانية. هذا الطبيب الذي هو خارج المهنة، خارج الإنسانية. حسبي الله. ولا يعرف معنى الطب أي معنى وأي إنسانية. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. هذا والد الطفل يودع ابنه الذي لم يفرح به وزوجته. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يحدث فقط في سوريا، فقط في حمص، فقط في البويضة الشرقية. يولد الأطفال شهداء مع ذويهم، شهداء مع ذويهم الشهداء بإذن الله تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. 4/9/2012. حسبي الله ونعم كادرنا الوكيل. الطبي حسبي الله. مهمته الوحيدة أن يقول عند بشار الأسد: الله يرحم الجميع، الله يرحمك أيها الشهيد. آمين يا رب. فقط. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الطبيب بشار الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل. خالي الإنسانية وخالي معاني الإنسانية وخالي معاني المهنة. حسبي الله ونعم. خالي قسم بقراط الذي قسم عليه. ما ذنب هذا الطفل؟ وأنا أحلف أنه لم يقسم لا على الله ولا قسم بقراط. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. البويضة الشرقية 4/9/2012. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم يا أخي. احتسبوا عند رب العالمين. شهيدة إن شاء الله على الوجهين، من قبل القوات الغاشمة، وشهيدة كونها حامل وتوفيت أثناء الحمل، أثناء الولادة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله الصبر والسلوان لذويها. حسبي الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.